ماكينة أهداف لا تهدأ. حمد الله اليوم نقدر نقول أن حمد الله هو العلامة الفارقة في صفوف النصر بلا شك. اليوم يسجل هاتريك أيضا، يسجل من جميع الزوايا بطرق مختلفة. التمويه عند حمد الله تمويه رائع جدا. يعني لو تشوف الأهداف أحيانا يعمل حركة يخدع فيها المدافعين، وترى في حركات يمكن ما تظهر في الشاشة. نعم. يعني اليوم احنا في المدرج نتابع تحركات اللاعب، تحركات غير طبيعية بأمانة. نعم. إذا أنت كمدافع ما تأخذ بالك 100% مع اللاعب وتقرأ اللاعب هذا من خلال مباريات سابقة، يعني تشاهد اللاعب في مباراة سابقة لابد تعرف كيف تفكير قبل المباراة، لابد تعرف تحركات هذا حتى لو تقرأ يا صالح يمكن تسجل، بس لا تكون بس على الأقل صعب عليه المهمة، زي ما قال وليد عبد الله تحت الهواء. وليد عبد الله طبعا وصل لي رسالة والله أعطاه واحدة تحت الهواء مردود الوليد. بس أنا أقول إنه زي حمد الله، يعني ما شاء الله. حتى لاحظت أنت في أحد الكرات اللي كانت مع الحارس المرمى يطالبه بتسريع اللعب، يعني كانوا جوعان يبغى يسجل. هذا لاعب اضافه للكره السعوديه، يعني اضافه للدوري السعودي. لاعب انا اعتقد انه يمتع ويستمتع، يعني اهدافه متنوعه. انا اقول انه الشيء اللي يميز حمد الله انه يستغل اي تمريرات تصل له بطريقه احترافيه، ياخذ مراكز مهمه جدا. صحيح. احيانا تلقى حمد الله يبتعد عن 18. هذه الابتعاد عن 18 هذا برضو ترى هو خدعه للمدافعين، ويعطي مساحه للزملاء. ايضا برضو ياتي من الخلف هو بدون مراقبه. نرجع للهدف الثاني اللي تمريره اللي هو احمد موسى الى بتروس، بدايتها من حمد الله ما شاء الله تبارك الله. صحيح. يعني لاعب قاعد يترجم جهد زملائه.